أوجد مهرجان قوت للتمور المعبأة الذي تقام فعالياته في مركز النخلة بمدينة التمور ببريدة انطباعا مميزا لدى مرتادي المهرجان، نظرا لتنوع فعالياته وتعدد فقراته وشمولية برامجه سواء التثقيفية أو التوعوية، ومواكبته طموح أفراد الأسرة كل حسب اهتمامه. المهرجان الخامس لقوت ظهر هذه المرة بصورة متجددة، فبمكانه ومعروضاته وفعالياته أثبت المهرجان تفوقه. هذا العام التنظيم كان من نصيب جمعية منتج التمور التعاونية بمنطقة القصيم، وهذا شيء جميل أن يقوم على التنظيم جهة متخصصة لتسويق التمور المخزنة قبل شهر رمضان، حيث كما تعلم أن موسم القطاف هذا السنة سيتأخر إلى ما بعد رمضان. لأول مرة يخرج المهرجان من تنظيم أمانة القصيم إلى جمعية خاصة تهتم بالتمور، هي جمعية منتجي التمور. فكرة قوت والمهرجان وانطلاقه قبل شهر رمضان المبارك كله الهدف خدمة المزارعين المنتجين لتسويق ما لديهم من مخزون الرطب بالذات وبقية التمور قبل شهر الحصاد. يحظى المهرجان برعاية واهتمام من سمو أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، الذي اعتبر المهرجان علامة بارزة في مهرجانات المنطقة لما يشهده من تطور وتميز ومثالية في كل عام. أنا والله سعيد الحقيقة بما أشوفه من نقلة سنوية، يعني مثل ما ذكرت 5 سنوات، أنا كل سنة أجد شيء مختلف، أجد شيء متطور، وهذا يجعل الحقيقة الإنسان يرتاح إلى أن هناك من يعمل بجد وإخلاص. نحن اليوم في هذا المهرجان الخامس وجدت من الجمعية التي تولت القيام به وهي جمعية منتج التمور دقة في العمل، دقة في التنظيم، دقة في إخراج المنتج، إخراجه بشكل جيد حتى الزائر والمتسوق يجد فعلا مطلبه واضح أمامه بشكل كبير بشكل جلي. كان هدف المهرجان هو زيادة الفرص الاستثمارية في قطاع النخيل والتمور وتسويق تمور القصيم وفتح منافذ جديدة داخل وخارج المملكة، إضافة إلى تحفيز تبادل الصفقات التجارية والتصديرية لتمور القصيم أثناء المهرجان. خالد الربعي، الإخبارية، بريدة.